دورتموند في حيرة قبل مواجهة ريال مدريد. هل يفوز بدور الأبطال ويحصل على 20 مليون يورو أم ينهزم ويجني ضعف المبلغ؟ بوروسيا دورتموند في أغرب وأكثر حالات كرة القدم جنوناً. خسارته أمام الريال ستدر عليه ضعف أرباح لقب دور الأبطال. العجب العجاب والتناقضات في أبهى حللها من جديد في عالم الساحرة المستديرة. والآن ستمسك رأسك مع بروسيا دورتموند الذي باتت خسارته أفضل بكثير له من انتصاره على ريال مدريد. نعم، كما تسمع السقوط أمام المرينجي سيدر على النادي الألماني أموالاً طائلة أكثر بكثير مما سيجنيه إذا ما حقق لقب دوري أبطال أوروبا. عقلنا لا يزال ثابتاً ونحن موقنون تمام اليقين من هذه الحقيقة التي لا غبار عليها. وإذا ما كانت مخيلتك قد سافرت بك نحو المعاملات اللارياضية لو الفساد المالي أو الرشاوي، فأنت مخطئ تماماً وبعيد تماماً عن الواقعة الأغرب على الإطلاق في تاريخ كرة القدم. صحيح أن المارد الأصفر الألماني كان انتظر لأكثر من عقد ليبلغ من جديد ذات الأذنين، وهي فرصة أيضاً لتوديع أسطورتهم مارك رويس الذي أعلن نهاية مشواره مع النادي بأفضل طريقة ممكنة. لكن بلغة الأرقام أو بالأحرى لغة الأموال والملايين فإنهم أمام الجنون بعينه، ووضعية لا تخطر لا على بال ولا على خاطر. فكيف ذلك؟ إذن ما هذا الكلام ولا منطق الذي يحير حتى ألبب العقول وأكثرها خيالاً؟ ما التضحية الإجبارية التي سيختارها دورتموند أمام هذا المصير المر؟ خياران أحلاهما مر. نعم، هذه هي العبارة التي تليق تماماً بمصير رفقاء ماركو رويس. فبعد أن عانوا الويلات وقاتلوا بكل شراسة أمام أندية عنيدة جداً كباريس وأتلتيكو مدريد، ها هو الحظ يأتي ليضعهم في منطقة وسطى بين الجنة والنار. وربما سيختار الكثيرون في وضعية مشابهة المجد واللقب على حساب العائدات المالية، لكن ذلك في نفس الوقت ليس عقلانياً أو بالأحرى براغماتيا. فالنقود تبقى البنزين والمحرك الأساسي القادر على تطوير كل شيء في كرة القدم الحديثة هذه. وكي لا نزيد وجع رأسك أكثر، سنخبرك بمربط الفرس في قضية دورتموند العجيبة. ففي الحقيقة سيحصل الفائز بالبطولة على 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن اتضح أن دورتموند يمكنه بالفعل جني أكثر من هذا الرقم إذا خسر أمام ريال مدريد في نهائي المسابقة. وبحسب تقارير صحفية فإن عقد انتقال بيلينغهام من دورتموند إلى ريال مدريد يتضمن إضافات بقيمة 31 مليون كمتغيرات ومكافآت. ووضع النادي الألماني بنوداً مرتبطة بتحقيق بيلينغهام الألقاب أو تسجيل الأهداف أو فوزه بالجوائز الفردية. وبالتالي إذا فاز ريال مدريد في السنوات الست للعقد بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، فإن دورتموند سيحصل على المزيد من المال من الصفقة. وكشفت تقارير صحفية أن دورتموند سيحصل على مبلغ 25 مليون يورو من النادي الملكي في حال تتويج الأخير بلقب المسابقة القارية الأم، إضافة إلى 15 مليون يورو جائزة المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا. وبالتالي يكون المجموع 40 مليون يورو إذا خسر دورتموند النهائي.